إذا خطط مكان صار سلاح ونكمل. تمام؟ يلا. يلا. Shvayo
كما قبلت عطرا أبينا الذين سبقونا وكرموك وكرموا أباك وروحك القدوس عاشوا وابخر زبان والعلم المين مصلوف إمودي للتخ وادخلون فادي شيء إرام الرحمن
الرسول الآلي رومي يا بارك يا سيد. شكرا مرحوم تسليمك وعليك رحمة ورحمة. آمين. أيها الإخوة، من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ فقد ورد في الكتاب: إننا من أجلك نعاني الموت طوال النهار ونعد غنما للذبح، ولكننا في ذلك كله فزنا فوزا مبينا بالذي أحبنا. وإني واثق بأنه لا موت ولا حياة، لا ملائكة ولا أصحاب رئاسة، لا حاضر ولا مستقبل، ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى بوسعها أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. بارك يا سيد.
إذا عيروكم وقالوكم وقالوا فيكم كل سوء كاذبين من أجله افرحوا حينئذ وتهللوا فإن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا اقتادوا الأنبياء الذين قبلكم فرقوا سيدور الخلق نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي بل له يسوع له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي بل له يسوع له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي بل له يسوع له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي بل له يسوع له كل شيء إقد أبينا البطيار ورناطي يوسف الثالث يونان الكلية طوبى بطيار السريان الكاثوليك الأنطاكي على العالم صاحب السيادة نيافة المقام مع يعقوب دانيال مقام الكنيسة الشرقية القديمة سيادة الموسولير شارلز زوان جازونا القائد لأعمال السفارة في الفاتيكان لدى الجمهورية العراقية السامي الاحترام أصحاب السيادة والآباء الكهنة والراهبات والرؤساء وممثلي الطوائف المسيحية أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في الدولة أيها المؤمنون المباركون في الرب سيدي صاحب الغبطة بفرح غامر نستقبلكم اليوم أبانا الطوباوي في كاتدرائية سيدة النجاة أم الشهداء أيقونة السريان الرائعة بجمال حلتها وصفاء روحانيتها أيقونة تحمل رسم 48 شهيدا وشهيدة من خيرة أبنائها وبناتها من رجال ونساء وشباب وشابات وأطفال ومعهم كاهنان ولعان الآب طاهر عبدال والآب وسيم القسطنطس قدموا ذواتهم قربانا وذبيحة محرقة وبخورا عطرا على مذبح الرب لتمتزج دماؤهم الزكية بدم الحمل الإلهي أثناء الذبيحة الإلهية التي كانوا يقومونها ويشتركون فيها قبل 15 سنة في مثل هذا اليوم ليلة عيد جميع القديسين في هذه الكاتدرائية المباركة في 31 من تشرين الأول سنة 2010. إنه عرس مجيد تحتفل به أبرشية بغداد للسريان الكاثوليك اليوم في ذكرى
ذكرى دخول أبنائها وبناتها إلى الملكوت. يستقبلهم الأب السماوي بفرح إذ أدوا الشهادة الحية لإيمانهم المسيحي فداء وقربانا لصمود وتضحيات المسيحيين في العالم عامة وفي العراق خاصة، وللثبات في الحب الكبير الذي يفيضه الرب في قلوبهم ولكل إنسان شريف مهما كان شكله ولونه وجنسه. لقد كانت شهادتهم ملحمة سطرت بطولات إيمان هؤلاء الأبطال الأبدال ومن خلالهم المؤمنين في كنيسة العراق بل مسيحي الشرق. هذه المنطقة المباركة التي شكلت على مر تاريخ إيماننا المسيحي تلك الصخرة الراسخة التي لم تستطع كل الأمواج العاتية التي تخالفتها إلى النيل من صمودها وعزتها وإبائها، بل زادتها رسوخا وتجذرا بالإيمان بالرب يسوع الذي به وحده الخلاص وله وحده تسد وتسجد كل ركبة في السماء وعلى الأرض. إننا فيما نستذكر تلك الفاجعة المرعبة باستشهاد الأبوين طاهر ووسيم ورفاقهم المؤمنين في الذكرى السنوية 15 لا يغيب عن بالنا استشهاد الآلاف من المسيحيين على مر العصور. أولئك الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل الإلهي ليبتعدهم الرب إلى ينابيع ماء حية ويمسح كل دمعة من عيونهم. أشكركم لقتالين الأطياب بنعمة القلب، فأنتم لا توفرون مناسبة كي تكونوا بيننا وترأسوا هذا الاحتفال المهيب كما فعلتم في غالبية احتفالات هذه الذكرى طوال السنوات 14 السابقة، والتي لم تتمكنوا من حضور بعضها فلم تفوتوا إرسال كلمة بركة أبوية وتعزية بلسمت جروحنا الثخينة، مظهرين كما دائما أبوتكم ورعايتكم التي تشمل أبنائكم وبناتكم في كل مكان في مختلف أصقاع الأرض شرقا وغربا، ولا غرو فهي شيمتكم بل غيب من فيض ما حباكم الله من صفات ومزايا زينتكم مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات. نعم سيدي صاحب الغبطة، بحضوركم بيننا اليوم في بيتكم وفي أبرشيتكم وببركتكم الأبوية تعززون فينا روح الثبات بالإيمان وتمنحونا قوة الرجاء فوق كل رجاء في خضم الآلام والمعاناة، وأنتم لا تألون جهدا صارخين بصوتكم الصالح في كل مكان وجدتم فيه أو دعيتم إليه في الشرق والغرب، في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، تدقون ناقوس الخطر مخاطبين الضمير العالمي إن بقي هناك ضمير في دنيا النفاق على حد تعبيركم في رسالتكم الأبوية إلى أبرشيتنا إجبال مذبحة سيرة النجاة عام 2010، وتنادون مطالبين بإنصاف مسيحي الشرق وإعطائهم حقوقهم الطبيعية بالمساواة مع سائر المواطنين وبالكرامة الإنسانية الحقة
والمواطنة الكاملة كي يتمكنوا من متابعة مسيرتهم بالشهادة لإيمانهم وتراث آبائهم وأجدادهم في أرض منشئهم. كنتم يا صاحب الخطة ولا تزالون تحملون مأساة مذبحة كاتدرائية سيدة النجاة التي تجمعنا اليوم إلى المحافل الدولية، منادين على الملأ أمام العالم كله بفظاعة تلك الجريمة النكراء والمأساة التي تشكل وصمة عار وخزي على جميع العالم. وبكل جهد تتابعون اليوم ملف دعوة تطهيرهم بالقريب العاجل، ونرفع شهداء الأطفال على مذابح الكنيسة أبويين ثم قديسين نتشفع بهم وننال بصلواتهم وشفاعتهم ويض النعم والبركات السماوية. وكنا قد رفعنا الملف إلى مجمع دعاوى القديسين بالفاتيكان منذ سنة 2018، ونحن ننتظر إعلانهم من قبل قداسة بابا روما طوباويين للكنيسة السريانية الكاثوليكية ثم قديسين للكنيسة الجامعة. أنتم يا سيدنا الجوهر التي ترصع تاج كنيستنا وتعطينا القوة للثبات في الإيمان، وأبطالكم العظيمة وإنجازاتكم الكبيرة روحيا ورعويا وعمرانيا واجتماعيا وسواها الكثير تنطق بما قدمتموه للكنيسة والمؤمنين في كل مكان. ولا بد أن التاريخ سيشهد لكم أنكم باعثوا مجد كنيستنا السريانية الكاثوليكية الأنطاكية في القرنين 20 وال21 دون منازع. فلولا وجود أبونا جوزيف يونان وسيدنا مطران جوزيف يونان وغبطة أبينا البطريرك مرقينوس يوسف ثالث يونان لما وصلت كنيستنا إلى ما هي عليه اليوم من تقدم وازدهار يمجد اسم الرب يسوع ويرفع شأنه في العالم كل العالم. أدامكم الرب، وأدعو لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبرشية بغداد للسريان الكاثوليك للديروسن ومجد جالس الرعايا والمؤمنين للصحة والعافية والعمر المديد، ومجددين على الدوام والآن التام وخضوعنا الكامل لكم رأسا وأبا وراعيا لكنيستنا السريانية الكاثوليكية الأنطاكية ولسنين عديدة جابنا صاحب الرقة. لا يفوتني أن أحيي من هنا جميع إخوتي الأحبار الأجلاء المطارنة آباء سينودس كنيستنا السريانية الكاثوليكية الأنطاكية الذين كتبوا لي واعتذروا عن الحضور اليوم معنا بالجسد لأسباب مختلفة تتعلق بالتزامات رعوية وكنسية مسبقة، وهم يشاركونني الصلاة بالروح مع غبطة أبينا البطريرك متضرعين جميعا إلى الرب كي يؤهلنا في القريب العاجل للوصول إلى إعلان تطهير شهدائنا الأبرار ثم تقديسهم بإذن الله. أشكر حضوركم جميعا، ولتكن صلاة أمنا مريم الأبرار سيدة النجاة وشهدائنا الأبرار شفيعة لنا ولوطننا العراق الحبيب ولمنطقتنا في الشرق الأوسط وللعالم من أجل إحلال السلام والأمان. آمين. بارك الله.
معنا كلمات سيدنا مار أفرام يوسف راعي هذه الأبرشية المباركة، وفيها تذكرنا معه هذه الأيقونة الرائعة الجمال التي تكرم شهدائنا وشهيداتنا الذين سفكوا دمهم على مذبح الرب وهم في القداس قبل 15 سنة. سيدنا بيقول إنه البطريرك أتى عدة مرات وصلى وشجع وطلب من المؤمنين أن يكونوا دوما واثقين وراجين. نعم، أنا جيت مرات عديدة، لكن بمجيئي بقدومي إليكم أيها الأحباء تعلمت الكثير. أنا الذي تعلم من تقواكم، من إيمانكم، من رجاكم، بالرغم من كل المآسي اللي حصلت في بلدكم، بلدنا بلاد الرافدين، ما زلتم محافظين على الإيمان والرجاء. أينما أذهب يسألونني كيف أولادكم في العراق، أقول لهم نشكر الله رغم كل الآلام اللي قاسوها يعطونا المثل إنه يبقوا أمينين للرب. وهذا الشيء أيضا نجده بين أولادنا اللي غابوا عنا وقطعوا البحار والمحيطات في كل البلاد الموجودين فيها، يمدحون لتقواهم لإيمانهم ولرجائهم. في رسالة مرقس إلى أهل روما سمعنا لا شيء يبعدنا عن محبة الرب. وهالشيء هذا ما هو فقط كلمات أقوال. بولس رسول الأمم وجه رسالته إلى أهل روما حيث هو أيضا نال الاستشهاد على مثال الرب يسوع. إذا نحن أيها المباركون، نحن نعم أبناء وبنات إخوة وأخوات الذين أعطونا المثل بالأمان للرب يسوع، باتباع الرب يسوع اللي قال لنا من أراد أن يكون تلميذا فليحمل صليبه ويتبعني. سمعنا من إنجيل متى ما نسميه موعظة الجبل، وهي الموعظة الأولى التي أعطاها الرب يسوع المعلم للجموع. هذه الموعظة التي سمعنا فيها 9 تطويبات، يسوع يطمنا ويقول طوبى للحزانة فإنهم يتعزون. أيضا ليست كلمات فقط، وليست مواعظ، وليست خطابات، وليست ما نسميه حوارات في المؤتمرات، لكن هي كلمات نابعة من قلب الرب الذي أعطانا المثال عن تضحية فائقة. ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. نعم أعزائي، اليوم موجودين بهالمساء بهالكنيسة اللي قال عنها سيدنا مار يوسف أفرام هي أيقونة، فعلا أيقونة المحبة، أيقونة السلام بالرغم من الآلام والمآسي التي شهدتها. صحيح عشتم أحبائنا
واختبرتم هذه المأساة اللي تمت على يد ناس يكفرون غيرهم لا يعرفونهم ولكن يدعون بأنهم مؤمنون. نعم، هذه الكنيسة الأيقونة ستبقى لكنيستنا السريانية لمسيحي العراق شهادة لإيمان أحبائنا المسيحيين العراقيين رغم كل شيء. بعد أيام لديكم ما يسمى الانتخابات النيابية. نعم، نسمع عنه كثير، لكن نحن ندعوكم أيها المباركون أنه أبدا ما تتركوا واجباتكم الوطنية لتشاركوا الغير من مهما كانوا بخدمة هالبلد اللي طالت سنوات عذابه. لازم يقوم وينهض، لازم نعرف نشارك حتى ولو كنا مكون صغير كمسيحيين، نشارك بحضورنا الفاعل بتضامننا باعترافنا بأن المرحلة الانتقالية اللي عم تعيشوها لابد أن تنتهي بازدهار رائع لهذا البلد المحبوب العراقي. من أمنا مريم العذراء شفيعة هذه الكاتدرائية الأيقونة نطلب أنه تحمي الجميع، سيما تحمي عائلاتنا، صغارنا، شبابنا، صبايانا، بنبث فيهم روح الرجاء مهما كانت التضحيات والتحديات. لازم نبقى دائما رسل السلام، رسل المحبة ورسل الفرح، بشفاعة أمنا الإلهية، بشفاعة أحبائنا الشهداء والشهيدات الأبرار، بشفاعة كل من يحب الرب ويكون فاعل سلام أينما كان. آمين. Sbachto tautito, uhedro puloso, romodomotel, aminoi, wakful isbat, نشوى الناسين إلى الرب الإله الحي فادينا يسوع المسيح الذي بقوته جاهد الشهداء فغلبوا المضطهدين وبسلاحه انتصر هؤلاء الأبطال وأخزوا من هم الظالمون وبخبرة حبه سكر قدامه الأمناء واستحقوا بالشدائد والعذابات. قتلهم الأشرار المتكبرون بلا عد ولا رحمة. هو الصالح له كل الإكرام والمجد أشرف في الإثبات والعلماء والمين. أمام الرب الرحيم وأمام المذبحي الغافر وأمام هذه الأسرار الإلهية السماوية وأمام هذه التقدمة الرهيبة المقدسة يوضع بخور في يدين الحمد الجليل وكلنا نصلي طالبين الرحمة والتحنن من الله. أيها الرب الرحيم ارحمنا وإنا نقول أيها المسيح الرب إلهنا يا من قبل طوعا أن يقدم ذاته ذبيحة حبه على الصليب لأجل خلاصنا، أهلنا لمن تشبه بالشهداء الذين لا تزال دماؤهم كل إيمان كنيستك فنعيش أمانتهم لك حتى النفس الأخير من حياتنا. ونحن الآن نستذكر بفخر واعتزاز على بابهم واستشهادهم
أبطال الإيمان القويم الشجعان إنهم الشهداء الأبرار الذين أحبوا الآب وتبعوا الابن وأغرموا به وأقضوا هياكل نقية بالروح القدس. لقد قهروا الشرير عدوهم وغلبوا الظلم والخداع وغدوا المحاربين البواسل الذين احتملوا العذابات المريرة ونالوا إكاليل الاستشهاد. يعجز اللسان عن ذكر مدامحكم أيها الشهداء الأبرار، لقد شاهدتم المسيح فاديكم معلقا على خشبة الصليب والمهانة، فاحتملتم الشدائد حبا به وأسلمتم للموت أجسادكم ونسجتم لنفوسكم قلة من دمائكم. وإن نعجب ببسالتكم نذكر لكم أكاليل التطويبات قائلين: طوبى لكم يا شهداء المسيح الأشداء، فقد زينتم إيمانكم بدم أعناقكم وصرتم ندماء الحمل السماوي في وليمة ذبيحته الخلاصية. والآن نتوسل إليك أيها المسيح فادينا على عطر هذا البخور الذي قدمناه أمامك أن تلطف بجاه صلوات شهدائك بيعتك المقدسة المفتداة بدمك الزكي من كل الشدائد والضربات والضيقات والاضطهادات والأمراض والأخطار. أهلنا وأمواتنا المؤمنين الراقدين على رجائك إلى الميراث السماوي الذي أنعمت به على أصفيائك، وإلى أكاليل المجد البهية التي تكللوا بها، فنرفع إليك المجد والشكر، وإلى أبيك المبارك روحك القدوس واشرب الإثبات والعلا العلمين. آمين. من المقابل حصول أو بشكل ضغط ويوضع مبكي قديش أبو قديشو قديش أبو قديشو قديش روحو حاليو قديشو السنة هي 1700 سنة على إعلان قانون إيماننا لأول مرة بتعرفوه بنيقيا مجمع المسكون الأول. نجدد إيماننا مع بعضنا ونقول نؤمن بإله واحد الآب الرابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، يساوي الآب
والذي
نستحق أن نسجد لك ونمجدك يا من حقا أنت والله الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أتيت من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا واتفاق أن تنام، ولم تاب عنا عند افتقادنا حتى أصعدتنا للسماء ومنحت لنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك ولابنك الوحيد ولروحك القدوس هذه كلها، يا من يقف أمامه في صفوف الكروب من كثير الأعين والسرافيم المسدس الأجنحة، وهم ينشدون نشيد ظفر بأفواه لا تصمت وبعبارات لا تعدى مع سائر الجنود السماوية صارخين وهاتفين وقائلين:
وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. إذ نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا، أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات، وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب، ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات، وتجازي بالعفو كل إنسان حسب أعماله، فبيعتك ورعيتك تناشدك لتبيجها معك في ملكوتك، وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلة: ونحن أيضا يا رب إذ نقتبل نعمتك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. صالح
ومن أجل هذه البيئة المقدسة، ومن أجل كل مدن المؤمنين ومواطنين، ومن أجل كل المؤمنين الذين رقدوا على رجاء القيامة. نصلي من أجل الكنيسة الجامعة ورعاتها، قداسة البابا لون ال14 بابا روما، ومار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريركنا الأنطاكي، ومار أفرام يوسف عبا مطراننا، مع سائر الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، لكي يصغوا إلى إلهامات الروح القدس ويقودوا المؤمنين بالحق والقداسة. نسألك يا رب. نصلي من أجل السلام في العالم، وبالأخص في بلدنا العراق وسائر بلدان الشرق، سوريا ولبنان وفلسطين، التي تعاني من الحروب والفتن والصراعات. يا رب نور عقول المسؤولين ليعملوا بصدق من أجل السلام، ويحافظوا على كرامة الإنسان التي منحتها له. نسألك يا رب. نصلي من أجل شهدائنا الأبرار، وبوجه خاص شهداء كنيسة سيدة النجاة، الأب ثائر والأب وسيم ورفاقهم الأبرار الذين قدموا حياتهم شهادة حية للمسيح. اجعل يا رب من دمائهم نوراً يبدد ظلام هذا العالم، ورجاء يثبت قلوبنا فيك أنت، فنقتدي بهم ونسير على خطاهم مترقبين تطويبهم بفرح ورجاء. نسألك يا رب. استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. نصلي من أجل أن تكون كنيستنا سينودسية شركة ومشاركة ورسالة، كنيسة تفتح أبوابها لكل إنسان، للفقراء والمهمشين والمرضى، كنيسة تصغي إلى أبنائها وتسير بهم في حج دائم نحو ملكوتك، كنيسة تقود المؤمنين للمسيح وسط إغراءات العالم. نسألك يا رب. استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. نصلي في هذه السنة، سنة يوبيل الرجاء، رجاء ملؤه الإيمان بيسوع المسيح رباً وإلهاً، رجاء يشعل فينا نار حبك الإلهي، رجاء يجعلنا نتمسك بك بثقة، لأن الرجاء لا يخيب أبداً. ومن هذا الرجاء الثابت نصلي أيضاً من أجل شبابنا وشاباتنا، ليجدوا في المسيح رجائهم الأوحد، ويعيشوا إيمانهم بشجاعة وفرح، فيكونوا شهوداً للرجاء وسط تحديات هذا الزمن. نسألك يا رب. استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. واحد فقط رب بلا خطيئة، وربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد المبرر العظيم لجنسنا، الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفحة عن خطايانا وخطاياهم. أرح يا رب أنفسنا
سيدة النجاة والرسل الأطهار والأنبياء القديسين والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير وننال الرحمة في العالمين كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس هو شرف الأزمان والعلم علمين كما كان في البدء هو الآن وسيبقى إلى أبد الآبدين ودار الداهرين آمين. نهو الرحمة وضلوا رابو وفروق دلان يسوع مسيحه عام كل خون العلمي.
وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. شكر اجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شيبة ليقضوا أيام حياتهم كلها فنرفع نحن وفيك التسبيح وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك القدوس أشكر وكل اسباب والعلماء والبيت. آمين. يهوي طيبوثه ورحمة Dobrito
من مذبحك المبرر لينحدر الغفران للساجدين لك يا من أتى لأجل خلاصنا ويأتي لأجل انبعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. ابسط يا رب يمينك غير المنظورة، بارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك المقدس ودمك الكريم غفرانا للذنوب وصفحا عن السيئات وإسفارا للوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حاملي هذه الأقداس، على واهبيها وعلى متناوليها، على كل من تعب واشترك فيها، مراحم الثالوث القدوس في العالمين إلى الأبد. مرتم حسنيتو تفاري وربينا مشيحوا على ضم الثياب ولا مشمشون وزايو. الأمان وأين السلام فأين
من ذا الذي يفصلني عن حبك؟ من ذا الذي يبعدني عن دربك؟ السيف لا أمشي البلا الخطر لا حياة لا ممات لا بشر. هل أخاف الليل والبدر رقيب أم أداوي اليأس والحب طبيب؟ هل أخاف الليل والبدر رقيب أم أداوي اليأس والحب طبيب؟ مرسل أنا ضاحك المنى ويدي في غديد بعزنا أطف الورود من ربى الخلود وأجول بالهنا. من ذا الذي يفصلني عن حبك؟ من ذا الذي يبعدني عن دربك؟ السيف لا أمشي الدالا الخطر لا حياة لا ممات لا بشر. شبحلوخ مران والوان شبحلوخ. يا ربنا يسوع المسيح، لا يكن جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الذي شربناه لنا للدينونة، بل لحياة الأبد وخلاصنا جميعا، فارحمنا. الرحمن نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة، لأنك أتنا على غير استحقاق منا في الأسرار السماوية الخالدة، أي جسد المسيح المحيي ودمه الفادي. اجعلنا إذا نالا لقبولها، حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طال أيامها كلها نتقوى لصنع ما يرضيك، ونرفع لك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد روحك القدوس وشوق الإزبان والعالم آمين.